من الرياض الاستاذ محمد الشيخ، اعلامي رياضي او من الدمام عفوا. استاذ محمد، يعني شو اللي تطلبه من الاتحاد القادم للكرة السعودية باختصار شديد؟ باختصار شديد اخوي عبد الرحمن، بعد ما ارحب بالشباب، انا اتمنى على الوسط الرياضي جميعا ان يتوافق على الرئيس المقبل وان يقتنعوا بانه هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. صحيح لا ينبغي ان نتوافق الان على احمد عيد او خالد المعمر، لكل منا خياراته التي يبنيها على معطيات، سواء كانت معطيات مبنيه على البرنامج الانتخابي، وانا على يقين بان الكل لم ينظر للبرنامج الانتخابي. الاصطفافات موجوده اما للعبه ميول، اما لعلاقات خاصه، او احيانا لاقليميه معينه، ولكن بالنتيجه يجب ان ننتهي ونخلص الى ان من سيفوز هو رئيس الاتحاد السعودي للكره، ويجب ان نقف معه. احيانا في بعض مثل هذه الاليات الديمقراطيه تتشكل معارضات، قد ياتي احمد عيد لو ما خسر او خالد المعمر ويشكل ضمن الجمعيه العموميه معارضه قد تسقط احمد عيد او تسقط خالد المعمر في لحظه معينه. كل ما اتمنى بالفعل ان نستوعب العمليه الديمقراطيه التي تمر فيها الكره السعوديه. البعض يزعجه هذه الديمقراطيه، وانا اعني ما اقول. في لحظه من اللحظات لم يكن يراد الى هذه العمليه ان تتم، وانتدب الى زيورخ من انتدب حتى لا تتم الانتخابات كامله. ولكن اعتقد ان المنعطفات التي تمر بها الحاله العامه في الوطن العربي وفي البلد تستوجب ان على الاقل تقوم مثل هذه الديمقراطيه. نحن بشكل جميل يعني مررنا الى هذه الحاله الحضاريه، هذه الحاله الديمقراطيه. حتى الاصطفافات الاعلاميه لا ارى فيها اي مشكله، ينبغي فقط لصالح الكره السعوديه ان نتوافق مع الرئيس المقبل. ولكن اذا كان هذا الرئيس المقبل سياتي بالاخطاء التي مثلا جاء بها احمد عيد في الفترة الماضية، لا ينبغي أن نصمت فقط لأنه رئيس الاتحاد السعودي. ولكن يعني مع خالد المعمر مش مع أحمد عيد. أنا؟ إيه أنت تقول أحمد عيد أخطاء كثير في الفترة الماضية. يعني أنا لو كنت حقيقة مكان 63، أنا شخصيا أتكلم عن محمد الشيخ، لاخترت خالد المعمر، ليس لأنه بالضرورة أفضل، ولكن لأن لدي تجربة قائمة هي تجربة أحمد عيد لم تفضي إلى أي نجاح أو حد أدنى من النجاح. وعموما انا يعني اعذر احمد عيد. يعني استاذ محمد الشيخ الاعلامي والكاتب الرياضي، شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الهاتف من الرياض.